يا الله، السلام عليكم جمهورنا ومتابعينا. شو اخباركم؟ ان شاء الله اليوم راح نطلع سفره وان شاء الله تعجبكم. هي رغم ما بسيطه بس راح تشوفون اجواء ميسان، اجواء قضاء قلعه الصالح والاعزاز اخوتنا علاوي وكاظم خصوصا مجيد. خليكم ويانا، راح نتسوق لنا تشمس واقع من السوق، راح ناخذ لنا سمكه وان شاء الله راح تعجبكم السفره، وتابعونا بعد قليل. يا الله متابعينا وناسنا، حاليا وصلنا مرقد الامام عبد الله بن علي سلام الله عليه. خليكم ويانا ان شاء الله. تلكم رغم هي ترى المكان بعيد، بس ان شاء الله راح نشوفكم شكو مكان اللي نوصل له بالطريق، راح نشوفكم وياه. وصلنا الامام عبد الله بن علي سلام الله عليك يا عبد الله بن علي. ان شاء الله ندعينا لكم جميعا. واللي اريده من عندكم اخوتي ومتابعينا وناسنا، اللي اريده من عندكم لا تنسون الاشتراك بالقناه، لان القناه مالتي واقفه هالايام، واريد من عندكم تدعمونا على مود اسوي فكرات اكثر تمثيل، لان راح واهسي لان ماكو اشتراك بالقناه. فدوا اروح لكم. هذا الامام عبد الله بن علي السلام الله قاعد يصلحون به، احتمال راح يبنونه من جديد يعمرون. ويانا رغم ما معاناة شويه والمكان قسات وشر وكون طارق قبل فتره، فان شاء الله راح نوصل المكان. خليكم ويانا. طبعا الشارع كلش تعبان، لان الشارع قديم كلش صدامي ومروج شويه وطسات. الحمد لله وشكر وصلنا مكاننا. خليكم ويانا، راح نشوف لنا مكان نقعد فيه نستقر فيه. طبعا هاي الديرة يسمونها الزكية، قديمة على عهد أهلنا، واحنا كنا عايشين في هاي الديرة، هذا المكان اللي هسه تواصلنا به. هاي الديرة بيها هواي شغلات ما اقدر اسولف لكم، ان شاء الله اطلع لكم حلقة خاصة واسولف لكم على هاي الديرة شنو اللي بيها شيء تراث، بيها شغلات يعني حتى مرعبة، بيها يعني هواي شغلات ما اقدر اسولف لكم. بس هسه خلونا نكمل سفرتنا بخير ان شاء الله، وغير حلقة ان شاء الله نتواصل. طبعا شويه جبنا حطات عفوا نريد نشوف سكات خير. هذه حطه بتحصل، لان اذا تجي هنا يعني ما ترجع، لازم تكبر ما رغم ما جعنا لان شويه تاخرنا بطلعتنا، تقريبا طلعنا الساعه بالعشرة من هنا او بالعشرة ونص، وحسب الساعه يمكن ب 11 ونص تقريبا. راح شويه نجوع، بس ان شاء الله راح نعوضها بسمكات زينه ان شاء الله. حنايه الجنوب العمارة. طبعا بعض الناس ما تعرف شو الحنايه. هاي الحنايه طبعا اتمنى اللي اهل الولايه راح يشوفونها يجوز بغير صوره عبالهم، يعني هاي عجينه وفد شيء. هي صح عجينه، بس الله شاهد اذا تاكلها، اذا نسويها لك هسه راح نستوها والله العظيم. يعني عندك فد اكله يجوز ما شايفها بحياتك. هاي خاصه لاهل الولايه، صحيح هواي ناس ما شايفها يعني هيك، بس والله لو تشوفون ملذتها ايش قد هسه ما راح تستوي. شوفوا خليكم ويانا، شوف راح تشوفون شلون ملذة تصير.
قلت شيلي شو بتسوي خليه بس خليه قتل جيد صاحبي. خليك تكبرها لانها مغلطه. طبعا شوي الخبره يمن جيد. انا طبعا اعرف هاي الاكلات وما اكلها بس ما اهلي يسوونها وناسنا طبعا. ها؟ هي مدة صعبة شوي تختلف عن الصعب. طبعا قلبنا الحنايه راح ان شاء الله تستمتع. يعني هاي فد شيء عندنا احنا خاصه بالريف بالجنوب، عندنا احسن اكله يعني بالاكل كله، لان طبعا ريف واجواء مفتوحه. اللهم صل على محمد. خير من الله السمكه شويه، لان احنا طبعا شويه استعجلنا بسفرتنا، تجهيزاتنا ما كامله، بس ان شاء الله راح اكو سفرات بعد اقوى واحلى. استمر كملت دقيقه. كل ها انا مصور لا تحاكوني. خليك تقول. اشوف مال هنا طبعا تصوير في شيء خباز استاذ. اخوي بس اخذت تسويها يلا. جد السمكة راح تخرب جيت هاي السمكة. ها والله خل اشوفها. صحيح نار قوية. بعد احنا ما نعرف انت شوي خبرتك لان انت قديم بالهوار. ها بيك بات نعم مش تسوي. الله ها نار قوية. بس شني ترى ما عندنا شيء بس بعد كمان ما عندنا على السمك. ها تعجيب الكاميرا. هاي الحناية طبعا هاي اليوم جيد قام هذا الشيء، لان هو اللي وصلنا هذا الشيء، لان قال لازم نسوي. احنا مفكرين نجيب خبز جاهز من الفرن بس لا، قال اطيب الحناية مالت المحل القديمة. طبعا هي محترقة شوي، احنا نحب نحرك هيك لان شني تصير الذذ بعد. شهية اذا تحركها اكثر تصير شهيتها بعد اقوى، ملذتها بالحرق مالها. لان تعرفون هي مو تقول خبزة ضعيفة، لا هي حناية بيها غلظ لازم تحترق على مود من جود تستوي. خلينا نشوف الثاني. خليكم يا حبايبي، خليك مستمر. خلينا نشوف نعم جاي يسوي شاي. شغلة النار واشتهر. الله الله خليها طقك خليها. جات عليها شوية على مود اللي شوف من جوا بالله. تسوي كذا فوق. اي سوى عادي. تبع عشبكة ها؟ عشبكة؟ استوت هنا قبل. بسم الله. لا بسم الله. خلت على روحك قص الطماطة. اقول لك ملح. شلون؟ شنو جايبينه كم وين؟ علاء. لا لا ما
مدينة الحناية يمكن سوى. شو دخل؟ هات من التغدى هاي كمل. العباس ساعة يقضي. العباس ما يقضي. هاي راح. بلا شوفها. هاي. شوف وين الحناية الأصلية. بس هي يراد لها شنو بعض اللي ها؟ أقول لك. استوت بشينا كوطرات لازم نحطوها شلون؟ هذا شيء طرف. لا 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 لا. نغرس تصوير. يلا عاد عاد. مستوى بطنها بعد شوي. لا بعد شوي بعد شوي. استوى لا ظهرك بس. شنو يكمل غداكم ان شاء الله؟ الحمد لله والشكر حاليا كمل غدانا وان شاء الله المتابعين حيتفضلوا ويانا ان شاء الله وتمنيناها قدامكم ان شاء الله كلها ان شاء الله طيبه الله شاهد تفضل. يلا جهز شخص. بعد سفر. تفضل. جيب السمكان. جيب الملح. حار محسن. شلون بارد؟ شيله خشبه. يراد لها خبطة التي. اي. هذاك سنين. على سفره. يلا اخذ على سفره. على صفر. لا 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 شفت مو على الوحده سفره. لا مو تحن. الوحده راح نصها. يلا شباب يلا علاوي. طبعا نتمناها بكل قلب عراقي واهلنا وناسنا ان شاء الله نتمنى منهم يتفضلون هنا يمنا بالعماره يجون يتونسون يطلعون سفرات مكانات شويه مفتوحه وواحد دائما اذا ما يطلع ويشوف هاي الاجواء يختنق لان احنا شايفين الولايه احنا هسه بنفس الوقت عايشين بالولايه قضاء قلعه صالح محافظه ميسان قضاء قلعه صالح بس من نطلع هنا نحس فد شيء جو تغيير حلو ما صحيح مجد؟ شوي ترتاح نفسيتك. هاي الزكيه تدل على قديمه هاي صداميه المنطقه منطقه الزكيه قريبه على الامام عبد الله بن علي سلام الله علاه. طبعا عندنا احنا يمنا شط بس شوي شط زور وهاي ما نقدر ننزل عليه خلينا نجيب لنا ميه. يلا على استريح. جمهورنا تفضلوا ويانا ان شاء الله نتمنى اكون قدامكم والف عافيه كل عراقي يحب يجي هلا بيه وكل هلا وفي امان الله. والله خير باشا الحمد لله والشكر خلصت سفرتنا على خير ان شاء الله وتغدينا وتمنيناكم ويانا حاضرين. نريد من عندكم ان شاء الله عندنا سفرات هواي بعد نريد من عندكم لا تنسون الاشتراك بالقناه لان هالايام انا واقف. سووا لنا واهس تقووا لنا قناتنا وراح ان شاء الله نطلع سفرات تعجبكم كل السفرات وعندنا افلام قصيره كلش حلوه عن قريب ان شاء الله. اللي يسوي له واهس ويزيدنا طموح اكثر بعد الاشتراك بالقناه فدوا روحكم وان شاء الله راح نتوكل لهن ونشوفكم بخير يا اغلى مشاهدين. تحياتنا للجميع.